جماعه في واحده عملت فيديو بتقول فيه ان هي ما بتقدرش تخلص الحاجه للاخر وبتخاف من النهايات، فلما تيجي تتفرج على مسلسل ما بتكملوش للاخر، لما تيجي تاكل اكله ما بتخلصهاش للاخر، لما تيجي تقرا كتاب مش بتخلصه للاخر. كل ده انا عايزه اقول بقى ان انا عكسها تماما تماما. انا ما اقدرش اجيب حاجه وما اخلصهاش للاخر. يعني لو انا شاريه قلم لازم اخلصه للاخر، بحس بانجاز كده، بحس براحه نفسيه فظيعه. لو جايبه كتاب وما قريتوش للاخر بحس بذنب. لو بدات مسلسل وانا ما بحبهوش برضو هكمله للاخر علشان انا بدات فيه. فانا عكسها تماما. فده معناه ايه بقى في علم النفس؟ هل ده معناه ان انا عارفه قيمه الاشياء كويس قوي، ولا ده معناه ايه؟ ممكن ابدا فيلم دمه تقيل قوي على قلبي ومش طايقاه بس لازم اخلصه للاخر، والا هحس بتانيب ضمير وهحس بذنب. لو جايبه منتج مثلا لازم اخلصه للاخر، لازم. عكسها بقى انا ببقى مبسوطه لما بشوف النهايات قدامي. يعني نهايه قلم، نهايه كتاب، نهايه قصه، نهايه فيلم، نهايه منتج، نهايه اكله، اي نهايه انا بحس بانجاز وفرحه فظيعه اللي هو انا خلصتها للاخر. عكسها هي تماما اللي هي ايه، بتسيب الاشياء كده معلقه. فده بقى معناه ايه في علم النفس. يا سلام بقى لو عامله اكله واتاكلت للاخر وخلصت خالص، بحس بفرحه بجد مش طبيعيه.